بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. سلام الله عليكم. أما بعد، إخواني محاربي العشرية السوداء 92/2011، عيدكم مبارك وكل عام وأنتم بألف خير إن شاء الله. عندنا الفيديو هذا إن شاء الله يكون نقاط توضيحية برك على قضية الحال. فيه واحد 6 نقاط نتكلموا فيها، وإن شاء الله يكون الفيديو هذا خفيف ويوصل للمناضلين على المستوى الوطني. أولا، باسمي وباسم منسقي الجهويين والولائيين جميع المناضلين، نبارك للإخوة اللي قلنا أولا نباركوا المناضلين اللي تم تسويتهم في شهر مارس هذا، وتم أخذهم 10% والانتساب للمؤسسة العسكرية. 2، نبارك كذلك للمناضلين اللي تكلمنا عليهم، ولكن انا في الاول هضرتها وما شتيتش باش تكون، ولكن كل واحد وظروفه، كل واحد واش دار. لاصحاب منحة الحياة، البريافي، الناس اللي دارت البريافي، قلنا الناس اللي دارت البريافي هنا على مستوى الناحية الخامسة حوالي 400 واحد دات منحة الحياة البريافي. اللي تم التسويه تاعهم كذلك وداو بلان فاليد بالمنحه الاخرى 4,150,000 ولا 4,140,000 كذلك، قلنا نبارك لهم. وشويه سينا على الفيديو نعاود في الكلام. قلنا اللي داو البريافي هادو، حنا في الاول قلنا هذا البريافي ما ديروهش منا، ولكن كل واحد وظروفه، كل واحد مشاكل، كل واحد قلنا وظروفه ومشاكله. ربي يفك الحوال ان شاء الله تاع الناس كامل. حنا ما شتيناش باش تكون هذه الخدمه، واحد ما سيفوا عليه باش يدير الملف هذاك، الواحد دار الدوسي ودفعو بار بوست ولا دا في يدو، ولا ليسونسيال اللي دار او دار. حنا نقولوا لهم تسمى بعد ما ديتو هذا المرتب، منحة الصرف ومنحة الحياة بريافي، يعني منا وجاي ما تزيدش تستنى لا زياده لا تسويه لا وضعيه لا كذا كذا، يعني حب يقول بالدرجه الخدمه تاعك انت بعتها وسلكت فيها من الاخر، باش نتفاهموا مليح. ما زيد تقول لا انا خدمت، لا والو، خدمت ديت المنحه تاعك خلاص. نقطة خلاف تاع الشهر الجاي إن شاء الله تاع أفريل، كذلك راح تتم تسوية تاع حوالي شي اللي حاضر حوالي بالك 60. شي اللي حاضر نورمالمون في دار إبراهيم، وفي شهر أفريل إن شاء الله يزيدوا يصبوا لهم واحد 200 واحد تكون اللي روتريتي اللي داو منحة العطب، حوالي 400 المشطوبين كذلك. والقائمة طويلة في دار إبراهيم، اشاك فوا راهم يمشيو نسبة هكذا للناس اللي تسوى الوضعية تاعهم. ودرك نتكلموا على نقاط أخرى. يعني اللي داو 10%، الأغلبية اللي فاتوا في الخبرة الطبية وداو 10% يعلموا باللي داو 10% ويستناو في الأمر بالصرف الحسابات البريدية تاعهم، راهم يستناو. وأنا نقول لكم اللي ديتو 10% راكم يعني دراهم ما يروحوش، اللي دار 10% دراهمهم ما يروحوش، يعني يدي دراهمهم من تاريخ اللجنه الجهويه، راه يسلك فيه دراهمو كامل ويديهم على بعضهم. كاين اللي دا 80، كاين اللي دا 90، كاين اللي دا حتى 160 تاع عامين، وكل واحد واش دا. ليسونسيال الدراهم تاعك نهار تديه مربل حسب من تاريخ الخبره، وتلقاهم الشهور هذو كامل وتهز مربل على بعضها. كذلك قلنا هادو صحاب 10%، يعني دراهمك تديهم على بعضها، ما تقلق ما والو، وتهزهم بربي ان شاء الله وتفرح بهم. نروحوا للنقطه تاع 10% الغير منسوبه، ونروحوا للملف الطبي المدني. ولا قلنا 10 سينيال شويه الفيديو يتكوبا، قلنا 10% غير منسوبه، واللي مازال ما فاتش على الخبره الطبيه. حنا لحد الان ولحد الساعه الاحاله على الخبره الطبيه وطنيا في جميع النواحي 6 راهي تمشي والحمد لله، راهي ساريه المفعول للتاديبي ولا اللي تعطل على. قلنا الخبره الطبيه راهي ساريه المفعول لحد الساعه، للتاديبي ولا اللي تعطلوا حتى نهايه العقد، حتى اللي كانوا في الخارج وجاو دخلوا مرحبا بهم. قلنا 10% الغير منسوبه، اللي دار 10% غير منسوبه
يعني بالعامه وكما نقولوا حنا راك مقبول في الخبره الطبيه ومقبول في الملف ومقبول كذا. بقات 10% اسكو يكملوا ينسبوها ولا تبقى هكذاك. بعد ما يكملوا التأديبي وما بقاش ان شاء الله يرجعوا ل 10% ويروحوا للملفات المرفوضه. وداك نهضروا على الملفات المرفوضه. ليسونسيال صحاب 10% كيف ما نبغاوش نهضروا ونقولوا ما فيهاش وكذا ونأججوا في الوضع. يعني ما كان لا نسعفوا بعضنا احسن. راهو سلك وما قدرش يدير فيديو ويقول راني سلكت هكذاك. انت مول 10% الغير منسوبه قلنا ان شاء الله هاك تريقل كيما اللي داو 10%. يعني ما نبقاوش نضغطوا على بعضنا ونهضروا في صفحات التواصل الاجتماعي ونقيسوا في بعضنا ونأججوا في الوضع. باطل. الملف تاعك ومشى راهو في سير ميكرو. الريسونسمون الحساب تاع 10% تاع 10 قلنا صحاب ال 10% يعني اللحظه راهو معترف بك وراك عندهم سير ميكرو في الريسونسمون محطوط ومحسوب ومحطوط ليه. مازال الوقت تاعك ان شاء الله باش ترجع ل 10%. كي نقول لك انا ترجع 10% ان شاء الله ترجع وعن قريب. الناس اللي دات صفر وقاعده تعلق هنا وتقول راني عديت في 2020 ولا في 2020 تايا وفت في الخبره 2023 وعامين وثلاثه وما ديتش وصرا وجرى. عفوا. انت اللي ديت 0% راك ديت في مراحل ومن بعد وصلت باش تديك ما ديش ديت صفر. الصفر هذا قلنا راهو مرفوض من الصحه العسكريه وكتبنا منشورات من قبل وهضرنا ودرك نفهمك انا في الملف تاعك هذا اللي ديت فيه الصفر. وزاره الدفاع او مصلحه الصحه العسكريه عندها برام عندها امراض معترفه بها. المرض تاعك ماهوش معترف به سواء مدني ولا عسكري وما دايرتش ليكستونسيون في الامراض التوسيع في الامراض باش تزيد المرض تاعك هذا ولا دايرتو اعاقه دائمه ولا مرض خطير ولا مازال. ليسونسيال انت كفت في الخبره وديت صفر وراك في الحساب ملي ديت صفر. وبعد ما يكملوا ان شاء الله كما كنا نقولوا على التاديبي هذا اللي ما بقاش نرجعوا كذلك لهذا الصفر بالمية. يعني بالدارجه وبالعامه نصبروا على بعضنا فقط. نصبروا على بعضنا باش نلقاو الحلول. ما تجيش تهضر هضره هنا في هذا التعليق عندي ولا تقول بالك شامخه وخبا ولا دا ولا ويكذب ولا صرا ولا جرى. انا ما علبيش بالملف تاعك وتاعي مش كيف وتاع فلان مش كيف وتاع هذاك زي وهذاك زي وهذاك كل واحد وطنيين كل واحد الملف تاعو. حنا في الاول كيف صرنا في الخبره الطبيه قلنا نديو ملفات كذا كذا ولكن من بعد قال لك لا الوزاره مديريه الصحه العسكريه تعترف بالامراض المنسوبه للخدمه داخل اثناء العمل او خارجه. ليسونسيال صحاب ال 10% غيشتري قال ان شاء الله صبروا ومازالوا الناس يزيدوا يديو 10% مادام الخبره تمشي مازالوا يزيدوا يديو في 10% الغير منسوبه ولكن يتريق هذه 10% كيما اليوم. اللي مازال ما دفعش الدوسي ولا طول وما عيطولوش الخبره وتاديبي ولا يطلق عنده الحق يلتحق بصندوق المعاشر العسكري تاعنا حتى ويشوف روحو كان في الريزو ولا الدوسي ولا يدي دوسي في يدو سواء يدفع في لاريجي ولا يرجعوا للسيامات اللي عنده في الولايه تاعو يدفع في السيامات باش يفوت في الخبره يحكموا عليك الملف تاعك. وعاود النيميرو التليفون وكل شيء ليسونسيال ما يعيطوا لك ويتصلوا بك بالهاتف ولا على الدرك ولا بالرساله ليسونسيال ما يعيطوا لك ويمشيو. عندنا شويه حنا واش اللي نقولوا الحمد لله. حنا نقولوا الحمد لله بلي كانت الفئه هذه غير معترف بها. الفئه هذه كانت مهمشه. الفئه هذه اللي شاركت في محاربه الارهاب العشريه السوداء وصرا فيها حق التعسف هذا خرجوا ناس وصرا وجرى ومشينا ونضلنا وتعبنا ودرنا ونقولوا الحمد لله كي تفتحت الباب ودخلنا لرئاسه الجمهوريه 3 خطرات ورحنا للحوار وتفتحت ومشات وسلكت الناس. ليسونسيال نقولوا حنا درنا خطوه كبيره ان شاء الله ربي يوفقنا الشيء اللي جاي للقدام. لهذا حنا دركا كبار نصبروا شويه على بعضنا. التسويه راهي ماشيه. الملفات الطبيه هذه ونشوفوا لها الحلول 10% نشوفوا لها الحلول واللي دا بالبركه عليه وتسوات الوضعيه تاعو راه يحوس اليوم على منحه الزوجه والاولاد وليسونسيال وهي ماشيه وان شاء الله يكونوا الحلول تاعها. انا واش اللي نقول لكم في الوقت الحالي انا نتبع المنشورات بزاف ونشوف الصفحات نشوف وزاره الدفاع واش تنشر نشوف الصفحه تاعنا البرلمان الرئاسه المناضلين نشوف وحنا نتبعوا في الكبيره والصغيره وبربي ان شاء الله رانا في الطريق الصحيح. ما تتبعوا لنا لا فلان لا فلان لا فلان حنا ونمشيو وربي ان شاء الله يوفقنا في هذه التسويه كيما اليوم كيما فاتوا العوام هادو اللي فاتوا قبل التسويه ما يزيدوا يفوتوا هادو هم يفوتوا. كاينه حاجه
الزملاء على المستوى الوطني نعرفوا بزاف الناس، قليل اللي ديكلارا وقال الحمد لله راني سلكت وتمت التسويه تاع الوضعيه وديت 4 ملايين و150 وخدمت كذا وزيت رابال وكذا، وقليل اللي دارها الا القله القليله. اما الباقي ما يقول لك لا كيرح الخبره لا كيسلك لا والو. وحنا ما نحبوش نقراو القوائم الاسميه ولا نجيبوهم ونقراو على الناس ما يقولوش هادو كذا كذا، وحنا قادرين نجيبوا القائمه الاسميه ونقراوها بار ولايه الناس اللي تسوتها، والله غير نقراوها راك نوصل لك الهرمز بالعقل. احنا القضيه تاعنا ماشيه الحمد لله، ونقولوا ديما الحمد لله الحمد لله اللي جات هذه السلطه او هذه القياده وعلى راسهم عبد المجيد تبون رئيس الجمهوريه، وتفتحت الباب هذه ومشات الفئات تاعنا. وباش نقول لكم بكل صراحه الفئات تاعنا مع احتراماتي لجميع الفئات العسكريون السابقون، الفئات تاعنا هي اللي دارت خطوه كبيره، هي اللي دخلت من الباب الواسع وتم الاستقبال تاعها والاحاله للخبره وسلكوا. بقاو حوايج خفاف ان شاء الله هم يتريكلوا. هذا واش راح نقول لكم. وحنا نتصلوا ونهضروا ونشوفوا ويتصلوا بنا المناضلين ونشوفوا كيف ماشيه ويكونوا الحلول. هذا واش راح نقول لكم انا، يعني نحكموا في بعضنا ويتريكل ان شاء الله، بلا الكلام الزايد، بلا الهضره اللي يتفرجوا فينا الناس ويقولوا شش هذه الفئه كيف مدايره والهوايه مدايره ومدايره. حنا ديما نحافظوا على الهيكل هذا ونحافظوا على القضيه ونمشيو اليد في اليد. عندنا كذلك النقطة نتكلموا فيها، ونباركوا للناس اللي دات الساكن على المستوى الوطني في باسنا ولا في ام البواقي، ونشكروا السلطات الولائية على رسم واليباتنا، رئيس الديوان في ام البواقي، للوالي شفت كابين، رئيس الدائرة، رؤساء الدوائر اللي تعاملنا معهم وتلاقينهم مسلمون المفاتيح للعسكريون سواء متقاعد ولا مشطوب. نقول لهم بارك الله فيكم، ونقولوا الحمد لله اللي مدايره التفاتها الدولة لهذه الفئة وتمنح في السكن الاجتماعي. نقول ان شاء الله تسكنوا فيهم بالصحه والهنا. والقائمه راهي ماشيه على المستوى الوطني، وحنا نتصلوا بالسلطات على المستوى الوطني على الساكن، وراه من القوائم الاسميه يدفعوا والناس يسدي في الساكن، واش نصبروا على بعضنا. واحد بينعرفي واحد دار في الكوطه هذه، الاخر يدي في الكوطه الجايه حتى يرحمها ربي والناس كامل تسلك وتسكن وتدي الساكن تاعها. الرسائل اللي كتجي في لي ميساج في الميسنجر ولا في الواتساب وما نقدرش نرجع، والله يسمحوا لي بزاف، في الميسنجر ولا في الواتساب ولا في التليجرام الرسائل كاين اللي شفتهم كاين اللي رجعت عليهم كاين اللي مازال ما شفتهمش. خلاص اسمحوا لنا، الله شارج بزاف في التليفون. واش راح نقول لكم بزاف كاين غير انا في التليفون هذا نشوف فيه. اللي بعد طلبات صدقه كذلك وما شفناش ولا ما وصلناش ليه يسمح لنا ونوصلوا ان شاء الله ونشوفوا. هاي صفحه حنا نحترموا المشاهد اللي شاهد فينا. حنا المنشور كي نديروه موجه لرئاسه الجمهوريه ولا المناضلين على القضيه، ماشي نزيدوا على الناس بهذا الشيء. المنشور كي نحطوه يوصل حتى ل 895 الف، يوصل حتى تقريبا المليون مشاهد. حنا نحترموا المشاهد هذا، نهضروا الكلام اللي مليح، نهضروا على القضيه تاعنا، نهضروا للصالح العام واللي يفيدنا كامل. هذا الفيسبوك تاعي تاع شام خيزه. كذلك نطلب منكم من المناضلين على المستوى الوطني، القضيه تاعنا راهي كبيره وطنيا وتتطلب صوارد وتتطلب فيكتيف وتتطلب خدمه واداره وجري وكذا كذا كذا، بيسك مطالب بزاف، فيها التسويه، فيها الساكن، فيها المرض، فيها حوايج بزاف هكذا. المناضلين عندهم مطالب بزاف، وحنا ونسعاو ديما باش شي نقدروا نخدموه. نحترموا بعضنا حنا في بعضنا الساعه، ونحترموا الطرف الاخر اللي نتعاملوا معاه سواء القيادات سواء رئيس الجمهوريه ولا وزاره الدفاع، حتى على المستوى المحلي في الولايات اللي شاف دايره ولا المير ولا شافت كابين والوالي وكذا كذا، حتى هما كذلك نحترموهم باش رانا نتعاملوا وننسقوا على جال المطالب الاجتماعيه باش نوصلوا للانشغال تاعنا ونديو الشيء اللي رانا نحوسوا عليه. كذلك نسعفوا حتى الناس هذو اللي نتعاملوا معهم سواء في الرئاسه ولا في وزاره الدفاع ولا في الولايات، كما رانا نسعفوا في بعضنا، ساعه نشوفوا ساعه نسكتوا ساعه نفوتوا ساعه كذا، كذلك مع الدوله ونجبدوا شويه الرقاد باش تشوفوا في الوضع تاعنا، الوضع الحالي كيفاه. ما نقول لكمش انا ولا ناطق رسمي تاع الجمهوريه ولا كذا ندافع على الدوله، من حقي انا ندافع على الدوله ومن حقي ندافع على القضيه ومن حقي نهضر كجزائري نهضر. وشوا نهضروا منو نهضروا من كي تعود هكذا نهضروا، كي تعود هكذا نهضروا. حنا الوقت الحالي راك نشوفوا في الوضع كيفاه مداير، سواء داخل الوطن، الناس اللي تحوس على البلاد كيفاش على الحدود كيفاش تخرب، وتحوس لداخل كيفاش تخرب، ومن برا بلا صفحات التواصل الاجتماعي واش تنشر واش تقول، بعض التصريحات منا ومنا، الوضع العالمي منا في الخارجيه كنشوفوا كيفاه. القياده هذه ما نقولوش حنا ما على بالهمش واش كاين ولا غير تاعنا حنا نساوها، ولا هذه القيادات هي تخدم ليل ونهار، ونشكروهم على المجهودات اللي باذلينها من اجل الامن والامان، من اجل الاستقرار، من اجل الحفاظ على الوطن، على المواطن، تلبيه كيفاه يوفر لهذا ووفر لهذا. يعني ما نقول لكمش انا وانا، ولكن عندي حبابي ونسمع ونشوف، والله غير مقايمين وواقفين، وحتى ماشيه
بالشيء اللي راه صاري في العالم، حتى ماشيه الجزائر والحمد لله برجالها، اي ماشيه امنيا ولا مدنيا عسكريا الاداره تمشي كلش، صمنا الحمد